قبل ما نبدأ دعوتكم لكل إخواتنا في غزة والسودان وكل أنحاء العالم. معكم محمد الملا ودي البرمجة الكاملة. في أواخر الستينات وأوائل السبعينات كان في مختبرات بيل في أمريكا بيشتغلوا على لغات برمجة جديدة. واحد من أهم الناس دول كان براين كينهي، واللي كتب في لغة بي، بالمناسبة هي اللغة اللي كانت قبل لغة سي، مثال بسيط جدا. المثال ده ظهر لأول مرة سنة 1972 في مذكرة اسمها Tutorial Introduction to the Language B. الفكرة بس كانت انه يوري الناس ازاي يكتبوا برنامج بسيط جدا عشان يتأكدوا ان الكومبايلر والبيئة شغالة. ومن هنا يجي سؤال مهم جدا، هو انا ازاي لما بكتب رقم او حرف او جملة الكمبيوتر بيعرف يقراها كويس؟ عشان نفهم الموضوع ده لازم نبص الاول على كام حاجة كده. اول حاجة الاسكي كود. يعني ايه اسكي كود اصلا؟ كل اختصار هو ترجم ايه الحروف دي سواء سمول او كابيتال الى اكواد. فدلوقتي الاتش كابيتال ترجمت في الاسكي كود انها 72، ثم راحت اترجمت كباينري كود، هكذا لغاية اخر جملة. كل حرف حتى السبيس ليها في الاسكي كود معنى، وبالتأكيد ليها في الباينري معنى. جوه اي كمبيوتر او موبايل كل حاجة ماشية زي ما احنا عارفين على شكل اشارات كهربية صغيرة جدا. فلو في فولتج معين على السلك فده بيمثل 1، ولو مفيش جهد او جهد منخفض جدا فده بيمثل 0. والكلام ده درسناه في ابتدائي او اعدادي اعتقد. عشان نفهم اكتر، السي بي يو او المعالج عبارة عن ملايين او مليارات من الترانزستور. واحدة من اهم استخداماته انه سويتش صغير بيفتح وبيقفل. فلما تحط ملايين الترانزستور جنب بعض وتوصلهم مع بعض تقدر تعمل دوائر منطقية لوجيك جيتس زي اند اور نوت، اللي هي اساس كل العمليات الحسابية. اول بت يساوي 0 يعني مفيش كهرباء، يعني مفيش كهرباء على اول سلك. تاني بت 1 يعني في كهرباء على تاني سلك، وهكذا لحد ما يوصل للبت التامن. فالرام بيحتفظ بالحالة دي مؤقتا باستخدام ترانزستورات صغيرة جدا شغالة كسويتش أو كمفاتيح كهرباء. فبكل اختصار أي كود انت بتكتبه لازم في آخر خطوة يتحول لماشين كود اللي الكمبيوتر بيفهمها، وهي لغة الصفر والواحد. فزي المثال اللي على الشاشة بيقولك برنت A كابيتال، فده كود هاي ليفل يعني احنا كبشر بنفهمه، ولكن احنا بنحطه على كومبايلر او انتربتر عشان ياخد الكود ده، فبيتم تحويله الى اسمبلي على طول لو هو مكتوب بلغة سي. انما لو حاجة زي بايثون فلازم الاول يعدي على خطوة اسمها بايت كود، ومن بعد كده يتحول لاسمبلي، ومن اسمبلي يروح للماشين كود اللي هي انستراكشر للسي بي يو. وفي نفس الوقت بياخد حرف الاي كابيتال يحوله لاسكي كود، ومن ثم الى باينري كود، واخر خطوة خالص يتخزن في الميموري. فلما العمليتين يتقابلوا في الاخر كده السي بي يو فهم انك عاوز تطبع الحرف المتخزن في الميموري اللي هو الحرف اي كابيتال نفسه، والحرف ده متخزن كصفر وواحد. فالعملية تتكرر من جديد ولكن بالعكس، بحيث يتم تحويل باينري كود الى حرف اي كابيتال. وفي آخر خطوة يتم توجيه هذا الأمر إلى الهاردوير ويستدعي منه سكرين ويرسمه على الشاشة. مش هبالغ لو قلت الصفر والواحد دول مش مجرد أرقام، هم حالات كهربائية حقيقية جوه الشيبس بتاعت أي كمبيوتر. كل العمليات اللي بتحصل جنب طرح عرض صور تشغيل فيديو أي عملية عبارة عن ملايين أو مليارات من الترانزستورات تفتح وتتقفل بسرعة مهولة، قد تكون مليارات المرات في الثانية. وده كله بس بدأ من إنك كتبت جملة بسيطة زي هلو. في النهاية أتمنى تكونوا استفدتوا ولو جزء بسيط من اللي أنا قلته، والسلام عليكم.